3 2 1 go 3. بصراحة اللي يطوع الأطفال الصغيرة يعني جيوبه هتفضى بكل تأكيد. ولادي عايزين لعب ليل ونهار، يعني بحاول مرة بقول لأ، وبحاول لما بيبقى نفسهم في حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. معاكم انا امل نصر من قناة منوعات امل نصر. في البداية بقى يلا اللي مش مشترك عندنا في القناة ما يبخلش علينا ويضغط على زر الاشتراك، وما تنساش تضغط زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بننزله. ولادي بقى ده تكملة الفيديو اللي فات زي ما قلت لكم. بعد ما جبتهم من الدرس ونازله بيهم عشان اشوف اسعار لبس المدارس، فجوني وقالوا لي يا ماما احنا عايزين الباتيناج اللي بقالك فتره كبيره بتوعدينا بيه. اجيبهم كده مصممين على رايهم. قلت طب هنزل اشوف الباتيناج ده، كل جيراننا جايبينه بقى وشايفين كل الولاد بيلعبوا بيه، فانا مش عايزه احرمهم، يعني هم حاجه نفسهم فيها قوي، فهحاول لو انا قادره ان انا اجيبها ليه ما اجيبهاش. رحت بقى بيهم على محل الالعاب زي ما انتوا شايفين كده، شفت مجموعة الالعاب الحلوة دي، وشفت العاب مناسبة لسن صغير، العاب مناسبة لسن كبير، وشفت الباتيناج اللي هم عايزينه دوت، وسألت على اسعاره. يعني سعره هو كان غالي شوية، بس انا قلت مش مشكلة بقى طالما حاجة هم نفسهم فيها، وبعدين بقى لهم فترة بيلحوا عليه لان هم بيشوفوا جيران ولادهم بيلعبوا بيه في الشارع، فهم حابين هم كمان ان هم يجيبوه يلعبوا معاهم. رحت بقى سألت وشفت كده الاشكال وخليناهم قاسوا. وشفت حاولت اشوفهم كده هيقفوا، اصلا انا كنت قلقانه قوي ان هم يقفوا بيه، كنت خايفه عليهم، يعني انا من نوع الامهات اللي بتبقى قلقه جدا، خايفه عليهم وهم بيمشوا بيه لا قدر الله يعني رجليهم تتنى او حاجه. فقلت لما اشوفه كده حاولت اخلي ايتن كده تقف بيه قدامي، بس صاحب المحل قال لي هو ما ينفعش ان هي تمشي بيه على السيراميك، لازم مكان يبقى خشن شوية علشان لا قدر الله بس رجليها ما تميلش كده او كده. قعدت اتفرج بقى كده على الالعاب كده، كنت عايزة اشوف حاجة الايسل كده، لو في حاجة عجباني اجيبها بالمرة. لقيت في العاب مناسبة بس كان لسني كبير شوية مش سن بيبيهات، يعني في الباتيناج ده، وكان في سكوترات، وكان في عجل، يعني الاطفال كبار شوية. هنا احمد قاس بقى، وهنا احمد اختار اللون الاسود دوت، وايتن كمان هتختار اللون البينك وهتقيسه زي ما انتوا شايفين بقى. هنا ده الباتينيش ده اللي ايتن اختارت اللون ده، كان فيه احمر وكان فيه ازرق، بس انا برضو كنت مأيداها لان ده كان شكله اشيك حاجة يعني بالنسبة ان هي بنت. كان فيه الاشكال دي، فيه الازرق فيه الاحمر فيه الاسود اللي احمد اختاره، بس زي ما بقول لكم كان البنك ده كان شكله شيك قوي، كان عاجبني انا كمان. قسيته بقى كده وحطيته في رجليها، اتضح ان هو ممكن يتضيق وممكن يتوسع. مفيش مشكلة، يعني ممكن لما تكبر شوية كمان مش هيصغر عليها، يعني ده ممكن تلبسه لغاية 12 13 سنة يعني. في مساحة جوه بيتضيق وبيتوسع منها، ونفس النظام احمد. هنا خدنا بقى اللونين اللي هم اختاروهم، وبقى يعني مش قادرة اقول لكم على الفرحة بقى والتنطيط كان في الشارع بقى ان هم ايه جابوا الباتيناج ده، لان زي ما قلت لكم بقالهم فترة كان نفسهم فيه. ايتن بقى هنا مبسوطة قوي، اخداهم بقى كده وشايلهم في حضنها. هنا ايلين بقى طبعا مش هتمشي كده بسكوت، يعني لازم بقى تجيب لعبة، خدناها على محل العاب بتاع اطفال صغيرة في السن شوية. اختارت بقى الكور اللي انتوا شايفينها متعلقة ديت، قلنا هنجيبها لها. هي عندها بيت كور، وهو برضو منه ان هي يعني برضو ما تبقاش زعلانة زي اخواتها، برضو ايه ما جابوا لعبة هي كمان تفرح هي كمان وتجيب لعبة. احمد هنا كان عمال يشاور عقله كده ان هو يشاور على حاجة، بس انا سيطرت على الموضوع كده من الاول، وقلت لهم كده حلو قوي ويلا بينا نروح على البيت. خدتهم بقى زي ما انتوا شايفين كده، وقلنا يلا علشان نروح قبل ما نخش في قصص تاني وطلبات تاني. وايلين كمان كانت عامله لنا ازعاج في الشارع، وطبعا الشارع ده كان كله العاب، فهي اي حاجه شايفاها كانت شبطانه فيها وعايزاها يعني. كل واحد طبعا ماسك الشنطه بتاعته اللي فيها اللعبه بتاعته، مبسوط بيها وفرحان. ومستعجلين قوي بقى ان هما عايزين يروحوا اي نادي دلوقتي علشان يلبسوه ويجربوا. طبعا انا كنت مفرهده لان انا كنت بتسوق اصلا، انا نازله السوق. بالمناسبة شوفوا الفيديو التاني بتاع الفيديو اللي انا اتسوقت فيه وعملت لكم ريفيو عن اسعار شنط المدارس والاحذية. شوفوا برضو يمكن تستفادوا منه.
تاخدوا فكرة عن اسعار الشنط دلوقتي قبل ما تنزلوا تشتروا يعني. خلاص بقى انا هنا خدتهم ونزلت على البيت بقى كده، قلت لهم تمام يعني ممكن لو نريح شوية ونقدر ننزل بالليل ساعة كده ننزل البسهولكوا ويجربوه، علشان هو ما ينفعش على السيراميك. ايتن قالت لا طب انا ممكن بس البسه فوق يعني دقيقة واحدة اجربه، فانا قلت ايه تمام بس انزلوا وبعدين ايه نبقى لما نطلع بيتنا ربنا يسهل يعني. هنا ايلين بقى اخدت اللعبة بتاعتها، هنا بقى احنا تمام كده وصلنا البيت، طالعين بقى وخلاص كده يعني كل واحد فيهم راجع مبسوط الحمد لله. بنفتح الشقة طبعا لقينا القطة دي خارجة تقريبا، انا كنت قافلة عليها، دي مش القطة بتاعتنا، كده قطة من الشارع، احنا كده في البلكونة بتاعتنا. هنا بقى ايتن اخدة اللعبة بقى ومبسوطة قوي بيها، وايرين بقى هي كمان فرحانة قوي بالكور. هنا ايتن كانت عمالة بتقول لها على الالوان بتاعة الكور، بتحاول ان هي تعلمها يعني تميز الالوان من بعضها. وخلاص بقى انا كده هدخل الشقة، وكنت سايبة كمان ايس البنتي الصغيرة اخدتها بقى من عند ماما. كانت تعبانة برضو، البرد كان تعبها جدا وكان المفروض ان ليها علاج يعني، هرجع اجيبه لها. انا بقى وصلت معاكم لنهاية الفيديو، استنوا